عقدتها. يعني ايه؟ يعني لما جاء سيدنا جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره ان 6 من بني اسرائيل او عدد من بني اسرائيل حمل السلاح في سبيل الله جل وعلا 60 سنة. ده بس شايل ايه؟ السلاح. يعني عدى فترة الطفولة وفترة المراهقة ولسه ما وصلش فترة ايه؟ الكهولة. يعني قعد 60 سنة بس يحمل السلاح. فالصحابة يعني قالوا أن نحن من هذا، يعني احنا هنعمل ايه في وسط الناس دي؟ عبادة 60 سنة شايل سلاح بس. يوم العبد الله سبحانه وتعالى بقى، وبقى ما يبقى عجوز وكبر شوية في السن ما قدرش يشيل سلاح، هيعمل ايه؟ فاحنا هنروح فين؟ فجاء سيدنا جبريل مرة ثانية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله عوض أمتك بليلة العبادة فيها خير من 1000 شهر، من 84 سنة، خير من 84 سنة اللي هي ليلة الايه؟ القدر. فالله سبحانه وتعالى من فضله أنه عوض لنا حتى ما هو خارج عن إرادتنا. يعني احنا مش ذنبنا ان احنا عمرنا قصيرة، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعوضنا في هذا. لكن يعني هي ايه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. واحنا كما نتكلم هذا الكلام نتكلم عن أن هناك أناس استطاعوا وقدروا ولم يذهبوا، مش راضي يروح يصيف في قبرص او يروح يصيف في ما يروحش ايه؟ ما يصرفش. يعني اذهب الله عنه هذا الامر. طيب فضل بقى القاعدين اللي مش قادرين يروحوا وكلهم هوى وكلهم شوق والحنين اللي احنا عاملين نقول عليه ده. الله سبحانه وتعالى لم يضيع هذه الامة، بل ان فضل العشر الاوائل من شهر ذي الحجة، وطبعا داخل فيها ايه؟ صيام يوم عرفة. صيام يوم عرفة. يبقى ده أول فضل أنه من العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وطبعا ده بيدركه المسلم في حاج أو غير حاج. طيب العشر الأوائل لو تكلمنا عليهم الأحاديث بتاعتهم معروفة، يعني ما من أيام العمل الصالح. طيب يبقى العشر الأوائل بفضلها. يوم عرفة بقى بالذات، يوم عرفة فضلا على أنه من هذه العشر يزيد عليه أن صيامه لغير الحاج يكفر سنة ماضية وسنة باقية. يعني إذا كان الحاج اللي الراجل بقى لا ده أنفق بقى وتعب شوية فأنفق ماله فلازم يميز فيرجع من ذنوبه كيوم إيه؟ ولدته أمه. طب الغير اللي مش حاج إذا صام هذا اليوم إيمانا واحتسابا بالله يبقى ياخد إيه؟ سنتين. طب ما احنا لو جينا نحسبها لو صام كل سنة صحيح يبقى ده عنده زيادة كمان مغفرة تامة للذنوب. اسمح لنا نخرج لفاصل قصير نعود بعده لاستكمال الحوار مع حضرتك إن شاء الله.